فتحت مكنه الاهداف مع الاسماعيلي امام الاتحاد السكندري. ياو النور يدخل جوه 18 في منتهى الخطوره. بس الكلام ده عايز رجاله، وانا من سابق معرفتي بيك عارف انك مهزأ وهفق وما تقدرش. انت حر بقى، بستحمل كل اللي يجرى عليك. الاهلي احمد نبيل كوكا ترجع لمعلول، عايز يلعب الكره الاماميه لبيرسيتو. احنا هنكسر له رجليه ونعجزه. حلو. بعد كده نربطه ونحطه في شنطه العربيه. جميل. تمام. ثم نطلع على سطح الواد حماده نغتصبه ونصوره. لا 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 لا. اهلاويه يلعب الكره في المساحه، امام عاشور خطر للاهلي، انفراد وانا قاعد على دماغي وانا احل. انتوا بتوعي وانا بتاعكم. معلول يحطها على الارض لامام عاشور، يا ولد 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 يا وجع المربربه. عبد الرحمن بوش رجله الخارجي يلعبها لياو النور، ترجع لعبد الرحمن، لخبطه جوه 18. ياو هدف وصل. ايه ده؟ قتلته. ده هدف الكلام ده. الكوكا معلول في الطرف الشمال. كابتن يا كابتن، هو كله ضرب، مفيش شتيمه ولا ايه؟ عبد الرحمن يلعبها لمحمد عبد السميع، فرصه للتسديد اتفتحت. وايه كمان؟ قول كلامك حكم. يلعبها للنجاز، ارضيه ياو النور، ولكن الشنامه مش عايزه تخلص. عبد الرحمن مجدي يسدد تسديده ولكن وردا على كلامك المحترم دوت، احب اقول لك برضو بمنتهى التقدير وبمنتهى الاحترام ان امك ما عرفتش تربي، وان فخس على دي تربيه، ومع ذلك هفضل احترمك جدا برضو، وعمر احترامي ليك ما هيقل مع مرور الايام. محمد منه رضا سليم، تمريره حلوه قوي لطاهر محمد، اختراق للنادي الاهلي، فرصه العرضيه، طاهر يلعبها، بيرسيتو. البضاعة دي اللي ما ندفعش تمنها هنقيدها ايه في الدفتر؟ قايد عندي. حاضر يا معلم. بضاعة أتلافها الهوا. صالح مارسيل كولر لصالح السويسري، ياو النور يحط جسمه ياخدها، ياو النور مشيت الكرة معاه. هو في ايه؟ انتوا جايبين هنا عشان تهزقوني ولا ايه؟ امال ازاي بس؟ ما انا هقول لك ازاي. والمساحه هنا الهجمه المرتده لصالح النادي الاهلي مع السرعه اللي موجوده، تتلعب لبيرسي تاو. كمل يا مهزأ. خطف للساعي، الساعي مع عبد الرحمن مجدي، حلوه للاسماعيلي ولكن الشناوي تترد لياو النور مره ثانيه، والهدف الاول لصالح. اقول لك ان جوز بطل في الملاكمه. ما انا عرفت، شفت بعيني محدش قال لي بيضرب بالجوز. الحقونا 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 الحقونا. احنا الاول كنا بنقول يا تلحقونا يا ما تلحقوناش، النهارده بنقول لكم الحقونا بجد.